السلام عليكم. الجزائر السوء اتحادية تاع البوليزاريو لكرة القدم. الجزائر دارت تأسيس تاع اتحادية البوليزاريو لكرة القدم. كيفاش جاتهم هاد الفكرة وكيفاش بغاو يضغطوا على المغرب بهاد الاتحادية كرة القدم. دير معاك لايك ابوني واجي نفهمو كيفاش هاد القصة هادي. اذا الجزائر اليوم خسرت الفلوس، دارت واحد اللقاء اللي جمعت فيه الجماهير الجزائريه الكبيره كي تشوفوا التيران ممتلئ، وجابت هاد اللاعب هذا اللي كان جا الوداد وجمعت قدماء اللاعبين باش يديروا واحد المقابله ك حفل بمناسبة تأسيس اتحادية صحراوية لكرة القدم. حنا كمغاربة، انا بعدا كمغربي تنتمنى من سي عبد المجيد تيت انه يعاون هاد الاتحادية هادي ويدعمها. راه سمعت يلاه تسلف واحد 3 المليار من البنك الافريقي، تنتمناو يعطيوهم منا واحد 2 المليار، وتنتمناو يبني لهم واحد 4 ولا 5 تيرانات في تندوف، ويدير لهم واحد الدوري، ويجيب لهم لاعبين محترفين باش يوليو لاعبين الجزائريين يحترفوا في الدوري تاع البوليزاريو. وان شاء الله من هنا واحد 50 عام يولي عندهم منتخب تاعهم ويشاركوا في كاس افريقيا، علاش لا؟ فهمتي؟ وبوليزاريو تسمى منتخب تندوف، لانه الا تنشوفوا الصوره تقول لك منتخب البوليزاريو جي يلعب في الجزائر. منتخب البوليزاريو جا من الجزائر باش يلعب في الجزائر، ماشي يعني دولة غادي يكونوا فيها 2 منتخبات ان شاء الله، وغادي يكونوا فيها 2 بطولات ان شاء الله. الا داروا 2 بطولات يعني الجزائر تقريبا خاصها، الا بنا نهضروا بالواقع، بخصها واحد 5 المليار تاع الدولار تخسرها على هذا المنتخب هذا، على الاتحادية البوليزاريو. راه سمعنا بلا تيبنيو قصر على لابراهيم غالي في تندوف، وهذا المنتخب هذا حتى هو يحاول يدير لهم واحد 4 ولا 5 تيرانات في تندوف، يكونوا معايير عالميه، غادي يخسروا عليهم واحد مليار تاع الدولار، ويديروا واحد 10 الفراقي تاع دوري البوليزاريو للمحترفين، ويجيبوا لهم لاعبين ويبنيو لهم اكاديميات باش تندوف حتى هي تولي فيها شويه الحياه. تفهمنا؟ دونك الجزائر مبروك عليكم، المنتخب الثاني الجزائر هكا باش تولي لا ما تكلفتش الجزائر تكلفها البوليزاريو او خسر فلوس الشعب. ومبروك عليكم والسلام عليكم.